تفتكر لو قلتلك إن في ست من علية القوم كانت بتصدق إن شبابها وجمالها هيستمروا لو استحمت بدم ضحاياها، والأغرب إن ضحاياها كانوا مئات البنات، وده خلاها تدخل التاريخ كواحدة من أكتر الشخصيات المرعبة اللي عاشت على الأرض. قصتنا النهاردة مش فيلم رعب، دي قصة حصلت من 400 سنة. القصة بتبدأ سنة 1560 في المجر لما اتولدت بنت غنية من واحدة من أكبر العائلات النبيلة اسمها إليزابيث باسوري. من وهي صغيرة كانت شخصية غريبة جدا، بتحب تشوف العنف وبتستمتع بمناظر الدم وكأن ده حاجة عادية. كبرت إليزابيث واتجوزت راجل محترم وكانوا عايشين في قصر ضخم جدا اسمه تشاتسي، لكن بعد فترة جوزها بقى في الحروب وساب ليها القصر تحت إدارتها، ومن هنا بدأت الحكاية المرعبة. ونيجي لبداية الجرائم. إليزابيث كان عندها اعتقاد غريب ان الدم بيحافظ على الشباب والجمال. في مره خادمتها غلطت وهي بتسرح شعرها فضربتها إليزابيث جامد لحد ما نزف الدم على ايدها. ساعتها حست ان جلدها بقى انعم، ومن اللحظه دي جالها هوس انها لازم تستحمى في دم البنات عشان تفضل شابه وجميله. ونيجي للرعب الحقيقي. بدأت تجيب بنات صغيرين من القرى الفقيرة بحجة إنها توظفهم كخدام، لكن الحقيقة إنهم كانوا بيتحبسوا في أقبية القصر أو في بدروم القصر، وبتتعامل معاهم بأساليب تعذيب بشعة لحد ما يموتوا. وكانت بعد كده بتجمع دمهم وتستحمى بيه. التقديرات بتقول إنها قتلت ما بين 300 ل 650 بنت، عدد مهول يخليها تعتبر من أبشع القتلة المتسللين في التاريخ. وقت السقوط إليزابيث، مع الوقت أهالي القرى بدأوا يشكوا من اختفاء البنات، والإشاعات كبرت لحد ما وصلت للملك، فبعتوا محققين وفتشوا القصر. هناك لقوا مشاهد مرعبة، جثث في كل مكان وأدوات تعذيب وبنات محبوسين في حالة صعبة جدا. وفي سنة 1610 اتقبض عليها واتحاكمت لأنها من عيلة نبيلة، ما اتعدمتش واتحكم عليها إنها تفضل محبوسة في أوضة صغيرة في القصر، مفيش غير فتحة صغيرة بيقدموا لها الأكل من خلالها. وفضلت كده لحد ما ماتت سنة 1614. إليزابيث باسوري دخلت التاريخ باسم كنتيسة الدم، ولحد النهارده قصتها بتتلخص انها اكبر قاتله متسلله في التاريخ من حيث عدد الضحايا. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد من سلسله ما يحدث ليلا، واكتب لي في التعليقات تحب الحلقه الجايه نتكلم عن مين، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. كان معكم عبد الله وجيه من قناه رايح جاي مع عبد الله الجيهه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.